ركز معايا. ثنائيه عموته ووائل جمعه ان شاء الله ان شاء الله هتبقى ثنائيه ناجحه جدا جدا جدا. عموته مقدر جدا جدا لوائل جمعه وقيمه وائل جمعه وعظمه وائل جمعه وانه كان لعيب كبير في النادي الاهلي واسمه وائل جمعه. وائل جمعه بيحترم عموته جدا وشايفه مدرب عظيم ومدرب هيبقى له تاريخ مع النادي الاهلي ان شاء الله. الحقيقه انا شايفه ان عموته باذن الله هيبقى له تاريخ كويس جدا مع النادي الاهلي. عايزين يا جماعه ندعم الناس دي جدا. يعني انت لو هتلاحظ في الماتش اللي فات عموده هيقعد شويه فوائل يقوم وائل يتكلم مع اللاعبين قبل ما ينزلوا وبتاع. حاجه حلوه حاله جميله. اتمنى ان احنا نقف وراهم ونساندهم. الاعلام مش هيسيب الحاله دي. الاعلام هيبتدي يشتغل انه واقع ما بين عموته ووائل نقول اشاعات ولا ردة كلامهم ولا الكلام ده. وائل جمعه شخصيه قويه جدا. عموته شخصيه قويه جدا. عموته رائع على الخط. هو ده المدرب اللي احنا عايزينه. المدرب اللي مفوق الفرقه على طول اللي بيتكلم على طول. ده عمود قاعد يتكلم طبعا كلمه احنا ما احناش فاهمينه. بس اتكلم وقال لي زيزو حاجه. زيزو نزل طلع نار من بقه. فيا جماعه دي ثنائيه عظيمه. تخيلوا بقى دول تحت قياده مين او مين المشرف على الكوره بشكل مباشر؟ سيد عبد الحفيظ. انت فاهم الثلاثه دول؟ انت شايف الاهلي ان شاء الله هيبقى فين باذن الله. اللي جاي افضل كتير جدا جدا. موسم هيبقى تعويضي جدا للموسم اللي فات. الدوري اهم اهدافنا كلنا. العوده لابطال الدوري اهم هدف لينا.